خاصة الكبار باعتبار أنهم يجدون أن تلاوتهم يعني ركيكة، فدائما نجلس ونفتح دورات في هذا المجال. جميل جدا. نعم. هل أنت تقرأ في الطريقة العراقية؟ قلت أنا أقرأ في الطريقة العراقية وتعلمت بعض المقامات ومن الأستاذ الحاج صاحب العطار، فممكن أن نسمع منك شيء في الطريقة العراقية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. سيد هاشم، كيف ترى الساحة القرآنية العراقية حاليا؟ نعم، الساحة العراقية الآن القرآنية